السلام عليكم، صحة رمضانكم متتبعي سلسلة نزيد نقول لك في عددها الثاني اللي راح يكون بعنوان الأستاذ الذي لا ينقرض. نعاود نذكر متتبعينا أو الناس اللي يشوفونا ويسمعونا لأول مرة أن سلسلة نزيد نقول لك هو عمل إعلامي جواري ارتجالي يتطرق ليوميات الطالب الجامعي في الجامعة أو لاسيتي، مشاكله أهم اهتماماته. نبداو ليكيب. جماعة الخير والطلبة الأعزاء كما يقولوها. شحال كتعجبني الجملة هذه نتاع الطلبة الأعزاء، كشغل خاوتي احنا عزاز. ما تخافوش خاوتي، هذه برك لهجة مسؤولي قطاع التعليم العالي في ولايتي وبين في كل الولايات. بغيت وجيت اليوم نحكي لكم شوية على ظروف التمدرس وعقلية بعض الأساتذة اللي أنا شاهد عليهم في الجامعة بعنوان الحرية والتحرر اللي سبق وهدرت عليها في العدد السابق. الأستاذ الملتزم بوقت بداية المحاضرة عنده نصف ساعة شياخة مع الصف الأول في المدرج. الأستاذ يلتزم لمواعيده وليس لموعد بداية المحاضرة، مع احترامي لبعض الأساتذة اللي سبلوا أنفسهم للعلم والتحصيل. نزيد نقول لك الأستاذ اللي كان ملتزم بمواعيده في المدرجات هو أيضا أستاذ دقيق الملاحظة وزعيم في المفاوضات من أجل نقاط التبلاع. نزيد نقول لك الأستاذ هذا هو الأكثر شعبية وتواصلا مع الطلبة الأعزاء، محبوب الجماهير، معشوق الرجلك. نزيد نقول لك أن الأستاذ هذا تلقاه هو الشوشو تاع الإدارة الغايبة، إذا ما كاش هو الإدارة في شخص رئيس القسم أو نائب العميد، وتلقى طموحاته يكون عميد ورئيس جامعة. المهم هذا النوع من الأساتذة نلقاه في كل مكان وزمان، تلقاه ينظم الملتقيات، وتلقاه مشرف على رسائل التخرج، وتلقاه عضو مجلس الإدارة، وتلقاه مدير مخبر علمي، وتلقاه رئيس مجلة علمية، وتلقاه منخرط في نقابة الأساتذة، وتلقاه مناضل في حزب سياسي، وتلقاه رئيس مكتب منظمة في المجتمع المدني، وتلقاه عضو جمعية خيرية، وتلقاه كما تلقاه صاحب التنظيمات الطلابية، وتلقاه يكره هذوك الأساتذة اللي يلعبوها يعرفوا على حسابه هو. الفائدة والحصول، الأستاذ هذا نوع لا ينقرض مهما حدث وحصل، وفي نهاية الموسم الدراسي أو السداسي تلقى هو بطل كل الإشاعات والتجاوزات الإدارية والعلمية وربما أحيانا حتى الأخلاقية. واش نزيد نقول لك؟ يبان لي نسكت خير احتراما للأساتذة المحترمين.